أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات اطبخ مع أمنا. النهاردة هقدم لكم طاجن البطاطس بالجبنة، ودي أكلة جميلة جدا. أنا النهاردة هعملها بالبطاطس من غير مقشر، بس بغسله كويس قوي بفرشة أنا مخصصاها لغسيل الخضروات، لأن البطاطس قشرته فيها نسبة عالية من الفيتامينات. بنقطع البطاطس شرايح رفيعة لأننا هنسويه من غير ما نسلقه، يعني سمك الشريحة حوالي 3 مللي. بعد كده بننقعه في المية عشان نتخلص من النشا اللي فيه، ممكن نغير له المية أكتر من مرة. بعد كده في الوقت ده هنروح نعمل الجبنة، صوص الجبنة. بنحتاج لصوص الجبنة نص كوباية دقيق ومعلقتين سمنة أو زبدة. بنسيح الزبدة على النار وبعدين بنحط فيها الدقيق وبنقلبه لحد ما الدقيق يستوي. بعرف ازاي ان الدقيق يستوى، بلاقي لونه ابتدى يتغير، ما بقاش ابيض، بيبتدي يبقى لونه بيج شوية، وبتبقى ريحته ابتدت تظهر. بعد كده بنحط له حوالي كوبايتين لبن، وممكن نحتاج زيادة شوية، وبنحط حوالي كوبايتين جبنة. أنا بحط جبنة رومي على جبنة موتزاريلا، لأن الجبنة الرومي بتدي طعم أقوى. بعد ما خلاص الجبنة ساحت بنفرد طبقة رقيقة في الصينية، وبعدين بنرص عليها البطاطس. بعد ما نرص أول طبقة بنفرد طبقة تانية من صوص الجبنة، وبعدين بنرش شوية جبنة موتزاريلا على جبنة رومي. بنرجع نرص طبقة تانية ونرجع تاني برضو نحط صوص جبنة وجبنة رومي. نقعد نرص طبقات لحد ما تخلص الكمية كلها، ونخلي آخر طبقة عندنا الجبنة، وطبعا تحتها صوص الجبنة. بندخلها في الفرن على درجة 220 بعد ما بنغطيها بالفويل، وبنسيبها حوالي 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة بنطلعها وبنشيل من عليها الألومنيوم فويل عشان وشها يحمر. هي تقريبا دلوقتي استوت، أو ممكن تكون محتاجة شوية زيادة. بعد دخلناها الفرن قعدت حوالي نص ساعة واستوت وبقت جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. بنقطعها وبنقدمها وهي سخنة، وبتبقى طعمة جدا وجميلة. لو تلاحظوا احنا ما اضفناش اي توابل ولا ملح للوجبة دي، لان الجبنة اساسا بتبقى مملحة. لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.